السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى من الجميع أن يكونوا بخير وفي حالة جيدة. في هذا الموضوع سوف نتكلم عن التخفيضات الذي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالنسبة للتذاكر الجوية لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج. يعني هذه التخفيضات سوف تكون في متناول المغتربين في الخارج فقط. يعني عدة أشخاص يعتقدون أن التذكرة سوف تكون آه، يعني في صالح المواطنين الجزائريين الذين يريدون السفر إلى دول أخرى، ولكن هذا خطأ يا أخوتي. فأردت أن أوضح أن التخفيضات سوف تكون نسبة 40%، كما هذا حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الأحد الموافق ل24 مارس 2025 برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كان الاجتماع يعني يتناول عدة مشاريع، منها مشروع التخفيضات تذاكر السفر لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج. كما قلت 40%، يعني مثلا شخص مقيم في فرنسا يريد السفر من باريس إلى الجزائر العاصمة. يعني التذكرة سابقا كانت مثلا 1,000,000 سنتيم، سوف تكون التخفيض ب40%، يعني سوف تصبح 600,000 سنتيم، وهكذا. والتخفيضات يعني سوف تكون من كل الوجهات نحو الجزائر، ولكن على متن الخطوط الجوية الجزائرية فقط. هذا ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية يوم أمس. وكل ما جيء فيه بالبيان يعني موافقة مجلس الوزراء على التخفيضات، كما قلت الذي قدرت ب40%، ولكن لحد الساعة يعني لم تقم الخطوط الجوية الجزائرية ب يعني بداية التخفيضات. ولكن على ما أعتقد سوف تكون يعني التخفيضات قبل عيد الفطر، لأن الهدف من هذه التخفيضات يعني سوف تكون يعني تمكين لجاليتنا من قضاء عيد الأضحى وعيد الفطر يعني بين ذويهم. يعني على ما أعتقد سوف تكون في هذه الأيام قبل عيد الفطر إن شاء الله، وسوف تتراوح يعني مدتها حتى عيد الأضحى. يعني هذه التخفيضات، فهذا هو الشرح، وأتمنى من الجميع يعني زيارة أهاليهم، يعني لكل الجالية في الخارج زيارة أهاليهم بالصحة والهناء إن شاء الله.